السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي قدام حضراتكم دي العصاية بتاعت الشرشوبة. انتوا عارفين دلوقتي بعد غلاء الأسعار الشرشوبة بقت غالية جدا دلوقتي. طب لما تبص هنعمل ايه؟ أنا هقول لكم. ده منظر الشرشوبة دلوقتي. خلاص اتاكل، خلاص كل القماش اللي فيها او الخيوط اللي فيها اتاكلت خلاص. حرام تترمي. سهل جدا ان انت ممكن تعمل منها شرشوبة جديدة من اي حاجة قديمة عندك. هنقول مثلا عندنا الجاكيت دوت مثلا. خلاص انتهت الصلاحية بتاعته، وهو عبارة عن جاكيت عامل زي يعني ايه الكتان كده، او اللي هو الناعم اللي هو بيمتص المية. تمام. كل اللي احنا نعمله هنشيل الزراير منه بنفس الطريقة اللي قدام حضراتكم ديت، وهنقطعه اربع. تمام. وهنيجي ناخد الاربع ديت نخلي 4 فرطات على قد بعض، 4 قد بعض. تمام. ده عامل زي ايه، زي اللي شفتوا انتوا الفوطة او الكتان او الحاجات ديت يمتص المية. تمام. بنعمل 4 وبقيته هنستخدمه مثلا في التنظيف في المطبخ أو أي حاجة تانية. وهنيجي على الشرشوبة اللي هي القديمة، اللي هي القطعة نفسها اللي فيها الشراشير، اللي فيها الخيوط نفسها. ما تنسوش الدعم بالمتابعة والاشتراك واللايك عشان خاطر يوصلكم منا كل جديد. نيجي هنا حضراتكم، في ناس كتيرة ما تعرفش دي بتتفك ازاي، فاكرينها ان هي مبرشمة وخلاص ما بتتفكش. لا، دي بتتفك بالنظام ده من المفك من تحت كده بنفس الطريقة ديت. هتخرج زي الكليبسات بالظبط. لو انت عايز تشيل الجزء اللي هو القديم ده هتشيله. بص هنا في سنون اهي. السنون ديت بتعمل حفرة داخل القماش نفسه. تمام. لو عايز ترمي الحتة القديمة دي ترميها، عايز تخليها عشان تزداد مية معاك وتزود ميه على القماش خليها. تمام. انا فضلت ان انا اخليها. جبت القطعه اللي هي الكليبسه وابتدي احدد بقلم رصاص. تمام. باي قلم كده، وابتدي احدد عشان خاطر اضبط مكان الخرام اللي هي هتركب فيها الكليبسه على ال3 او ال4 فلطات اللي هو القماش اللي انا هستخدمه، ايا كان القماش دوت. تمام. وبعد ما قست زي ما انتوا شايفين كده وخرمت الخرام، هبتدي هنا اجيب القطعة الاساسية اللي هي خاصة بالشرشوبة نفسها. تمام. وهاجي من تحت خالص كده، ويا ريت نخلي الوش اللي هو بتاع القماش يبقى من بره. تمام. بنفس الطريقة اللي قدام حضراتكم ديت اهو. وهنبتدي هنا نضبط القماش على البنات اللي هي بتاعت الراس الأساسية بتاع الشرشوبة بنفس الطريقة دي. في ناس كتيرة ممكن تقولك ايه الفيديو الأهبل العبيط دوت، ايه اللي هو بيعمله ده؟ الشرشوبة كلها بكام؟ الشرشوبة دي كانت عاملة 3 جنيه ونص، النهاردة سعرها وصل إلى حوالي 15 أو 20 جنيه، وممكن 25 جنيه كمان. تمام. نيجي هنا حضراتكم نعمل اللي هو الفرطات اللي احنا عملناها كده، نركبها في البنات بتاعتها. تمام. ونجيب القطعة اللي هي ديت، طبعا دي مسنونة، هنبتدي نركبها. طبعا مش هتركب معانا سهل. تمام. احنا عايزينها تطبع في مكانها. هنركبها كده ونجيب شاكوش ونضرب عليها خفافي من غير ما نكسرها. هتبتدي ان هي تطبع في مكانها، بس لو سيبناها على كده هتتفك. نجيب مسمارين من البورمة. تمام. ونبتدي ان احنا نربط الجزء اللي هو الخارجي دوت بالجزء اللي هو التاني اللي تحت اللي هو الأصلي، وهنربطهم. تمام. بالمفك الصليبة بنفس الطريقة اللي قدام حضراتكم ديت. خلاص كده احنا كده يعتبر وصلنا للنهاية. خلاص كده احنا عملنا الشرشوبة اهيت قدام حضراتكم. تمام. والقماش قدامكم اهوت، قماش كتان اللي هو بيشفط المية. تمام. او قطيفة ممكن. تمام. وادي العصاية ايه ده هنركبها، وهنبتدي ان احنا نجرب مع حضراتكم كده. اول حاجه نحطها في الميه، القماشه دي هتشفط الميه بطريقه سريعه جدا. تمام. وهتحتفظ بالميه كمان اهو. ومع الشغل مره واتنين وتلاته هتلين القماشه ديت، وهتبقى جميله جدا في مسح السيراميك ومسح الارضيه. وكده يبقى انت وفرت على نفسك. طالما معاك القطعه الاساسيه اللي هي البيضه ديت بتاعه الشرشوبه سليمه، يبقى مش محتاج ان انت تروح تشتري شرشوبه جديده. وادي حضراتكم اهوت
بقت تمام التمام. وكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش حضراتكم تدعمونا بالمتابعة والاشتراك واللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.